السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي الروحانية ام جنى، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. حبايبي الكشف العاطفي هو طاقة مفتوحة، تشوفوه او تسمعوه في اي وقت وليكم بإذن الله. خدوها كده بشارة من العبد الشكورة لله، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. تعالوا كده شوفوا الطاقة وشوفوا الرسالة اللي جاية لك وجاية تبشرك أو جاية تقولك إيه أو جاية تخبرك بإيه. ما أنت طالما ضغطت على الفيديو يبقى في حاجة عايزة توصلك. الشخص اللي أنت داخل وبتدور عليه، الشخص ده هيتجن عليكم يا حبايبي، هيتجن عليكم حرفيا. وكأن القراءة هنا أو الرسالة بتقولك إن الشخص ده ندمان قوي، ندمان على اللي فات. تعرفوا هو قاعد يقول إيه؟ بيقول أنا مش عارف، في حاجة بتدفعني أو بتشدني إني أجيلك أكلمك. يعني بصوا، أنا بجيب لكم الكلام بإذن الرحمن من عقله اللاواعي. فالشخص ده بيقولك كده، بيقولك أنا مش عارف، حاسس إن زي ما يكون في حاجة بتشدني أقرب ليك، حاجة بتخليني أفكر فيك. على فكرة انتوا عارفين ايه؟ انتوا مش قادرين تفهموا اللي انا عايزة اقوله لكم، ان الشخص ده انت اللي خليته يفكر فيك بتفكيرك فيه. يعني يا حبايب قلبي، هو بيفكر فيكم بسببكم. يعني هو الشخص ده بيفكر فيك بسبب انك انت بتفكر فيه. وعايزة اقول لكم انه ضامن بقائكم شوية. يعني هو ضامن بقائك شوية، مش قوي يعني. الشخص ده تحس ان هو عايز مثلا يجي يقول لك حقك عليا، انا اسف، ما تزعلش. بس دي مشاعر بينه وبين نفسه. الغلطة الوحيدة اللي هو عملها هنا انه يا حبايب قلبي دايما مقارن بينكم وبين الطرف الثالث. هو دايما حاطط المقارنة دي، دايما حاطك في المقارنة. حصل بينه وبين الطرف الثالث علاقة جسدية، وهو خلاك انت يا صاحب الرسالة تقول أنا هتحرر، أنا همشي من العلاقة، أنا مش عايز أكمل فيها، أنا متضايق، أنا لا يمكن إني أقبل على نفسي إني أكمل على وضع زي ده. لأنه للأسف حصل علاقة جسدية بينهم. أنت ابتديت تتحرر على فكرة من العلاقة، وابتديت تقول لنفسك أنا هبعد، هتحرر، همشي. وفي منكم هنا اللي هاجم الشخص ده وقال له انت ازاي عملت كده، او انت وانت. انا عايزه اقول لكم ان الشخص ده انت هاجمته، وهو وقف يدافع عن نفسه بكل طريقه، بكل يعني قوته. قال لك انا ما غلطتش، انا ما جيتش جنبك، انت هتقعد تغلطني، انت انت مفكر نفسك ان انت يعني كده هتغلطني. من الاخر الشخص ده بجح قوي، وخلاك تبكي وكسر بخاطرك، زعلك. طبعا سواء رجل او امرأة، يعني سواء رجل او امرأة، القراءة للرجال او للنساء. الشخص ده حبايبي زعلكم، جرحكم، كسر بخاطركم، خلاكم تقولوا إيه طب واخرتها. على فكرة البعض منكم هنا مشى وسابه، وهو غرقان لشوشته مع الطرف الثالث، غرقان معاه حرفيا. طيب تعالوا نشوف كده الشخص ده عايز يكلمك ويقول لك ايه، او ايه الرسالة اللي ممكن يكون هو عايز يوصلها لك. الشخص ده بيقول لك انا عارف ان انت بتتعذب من غيري، عارف ان انت بتبكي ومتضايق. على فكرة في هنا برضو غير المنفصلين في طاقات رباعية. بيقول لك انا متأكد وعارف
إنك أنت حزين من غيري، ويمكن ما كنتش متخيل إن أنا هرد بظهري تاني أرجع لك، لأن أنا كنت مقرر الرحيل وقررته فعلا، يعني أنا قررته وسبتك وبعدت. بس بعدها قلت لنفسي طب وبعدين، وابتديت أبص عليك تاني، مع العلم ان انا كنت منغمس. هو بيقول لك كده، بيقول لك ان هو كان منغمس في نزواته مع الطرف الثالث. الشخص ده بيقول لك انا ببان قدامك شخص قوي، ببان قدامك اني مش هاممني، ببان قدامك اني اقدر اعيش من غيرك، لكن مش دي الحقيقة. تعرفوا ان الشخص ده زي ما يكون مثلا كان في صور او كان في حاجة معاه من الماضي تخصك، أو حاجة هو افتكرها لما شافها، يعني حاجة افتكرك بيها لما شافها، قعد ابتسم قوي وضحك، وكأنه يعني افتكر ذكرى جميلة أو شيء عزيز عليه، ابتسم وضحك وافتكر ندلته، افتكر قد ايه هو كان إنسان ندل معاك، أو قد ايه هو شخص أذاك نفسيا، وقعد يلوم نفسه، يلوم نفسه على اللي فات، ويلوم نفسه على اللي هو عمله معاك. شايفة الشخص ده بيكابر، هو شخص بيكابر، هو شخص متخيل نفسه ان هو لما يوري لك العين الحمراء كده، ويوري لك انك انت مش فارق معاه، وان هو يقدر يسيبك ويبعد متخيل انك انت بالصورة دي هتضعف وانت اللي تجري وتروح له، او مش هيفرق، او انك انت يعني هتخاف وتقول لا ده هيسيبني. فهو قالب عليك الترابيزة، الشخص ده قالب عليك الترابيزة حرفيا، يعني مبين لك انه شديد، وانه مش فارق مع العلاقة اصلا كلها على بعضها. بس لا، يمكن انتوا على فكرة حد قوي، انتوا اقوياء جدا. يعني ايه اقوياء جدا؟ انتوا واجهتوا نفسكم وعرفتوا مين الصادق من مين الكذاب في العلاقة، فهمتوا ان الشخص ده نيته ما كانتش خير، نيته ما كانتش جد في العلاقة. الشخص ده بعد ما أذاك نفسيا وظلمك، هو دلوقتي قاعد يفتكر كل لحظة حلوة كانت بينك وبينه، بيسترجعها وهيتجنى عليها، بس لسه برضو عنده نزوات وعنده علاقات، متعدد العلاقات، هو شخص متعدد العلاقات، ومش سهل، ومش سهل الاتنين. يعني هو مش سهل ومش سهل في نفس الوقت، انه يسيب العلاقات دي صعب عليه، الا من رحم ربي. هو يمكن ابتدى كده، او طاقته ابتدت يتعذب عشانك، وابتدى يحس بتعذيب، ويمكن هو قعد واجه نفسه وقال انا حاسس ان هي بس اللي تقدر تخرجني من القرف اللي انا فيه ده، من الوحلة اللي انا فيها دي، عشان انتوا الانسان الوحيد سواء رجل او امرأة اللي حسستوا الشخص ده ان انتوا بتحبوه بقلبكم، لان كان كل اللي بيتعامل معاه بطاقة الجسد بس، يعني عايز جسده بس. الشخص ده حبايب قلبي لايم نفسه قوي، انا اول مرة اشوفه لايم نفسه بالمنظر ده،
بس أنا عايزة كده أشوف الطرف التالت بتعمل إيه معاه، برضه نفهموا الدنيا فيها إيه، صح ولا لأ؟ أشوف كده الطرف التالت بتعمل إيه معاه. نشوف كده يا حبايبي. الشخص ده اتصدم في الطرف التالت صدمة كبيرة قوي. اتصدم، هو شاف حاجة أو عرف حاجة عن الطرف التالت. شايفين؟ شاف حاجة اتفاجئ بيها، عرف حاجة عن الطرف التالت، وعشان كده هو يعني إيه بيتمحك تاني في نية الرجوع ليك، أو رجع تاني. وهو بيقول إيه؟ بيقول أنا ندمت إن أنا مشيت ورا العلاقات دي، ندمت إني أنا ضيعت نفسي وضيعت الحبيب وليه عملت كده. وبيقول أنا ليه عملت كده في نفسي، بيقول أنا ضيعته بالساهل. هو بيقول كده. وعلى فكرة هو كان بقاله فترة بيراقب الطرف الثالث، واكتشف إنها كانت على علاقة بحد غيره. الموضوع ده صدمه حرفيا، وحس قد إيه هو كان إنسان دنيء معاك. وابتدى الشخص ده إنه يراقبك من بعيد، في طاقة مراقبة من بعيد. تعرفوا، لا انتوا ولا هو قادرين تنسوا لحظة الفراق، لحظة لما سابك. بيقول أنا مكسوف أوريله وشي، مكسوف أوريله نفسي. بيقول أنا مكسوف قوي، صعب عليا إني أنا أعمل كده. الشخص ده بيقول كده، بيقول صعب عليا جدا إني أنا إيه، أقول له إن أنا عايزك وإن أنا ندمت. الشخص ده غير إن هو بيلوم نفسه، لكن الشخص ده هيجيلك ويدافع عن نفسه، هيدافع عن نفسه بشتى الطرق عشان انت ترجع تاني تبقى معاه زي الأول. ووقت ما هتبقى معاه زي الأول الشخص ده هيسيطر عليك تاني. شايفين؟ الشخص ده هيحاول يسيطر عليك تاني. بالآخر كده زي ما بنقول كده في المصري عندنا، بيتمسكن لغاية ما يتمكن. ده واحد بيتمسكن لغاية ما يتمكن. بس اللي أقدر أقوله لكم إن الشخص ده بيتعذب، واحتمال يجيبك بإغراءات. يعني مش شرط كده، لا، بس هو أصل مشكلته إن هو كان مدمن علاقات جسدية وكده فهو متخيل إنه كله بيجي بالكلام أو كله بيجي كده بالسهوكة والحركات دي. ويمكن انتوا يعني لسه بتحبوه. في هنا ناس هتقولك لا يا موجان أنا بطلت أحبه، أنا بكرهه بس في منكم هنا كتير لسه بيحبوا. انتوا الاتنين مش عارفين تتحرروا وتنسوا بعض، لأن البطاقة دي طلعت مقلوبة. انتوا الاتنين مش قادرين تنسوا بعض، انتوا الاتنين حاسين بحرمان، حاسين بفقدان. انتوا الاتنين حبكم لبعض حب قوي، بس للأسف الطرف الثالث كانت دخلت خربت الحب ده ونزواته. يعني هو ما قدرش يفرمل على مشاعره برضه. بس هي بصراحة هي مش موضوع مشاعر، ما قدرش يفرمل على رغبته. يعني رغبته فائت مشاعره، لكن هو دلوقتي بيندم. وبيندم ازاي؟ بسبب مشاعره، لأنه مش قادر. هو عايز يجيلك على فكرة، عايز يجيلك، عايز يخبط عليك، عايز يخبط الباب، عايز يجيلك، عايز يقولك سامحني.
وهيجي لك ان شاء الله على فكرة. يعني ان شاء الله الشخص ده هيجي لك، عنده نية كبيرة قوي انه يجي لك. عارفين ليه؟ عشان انتوا ابتديتوا تنسوه هنا، بس هو سابك بكل جحود. بس في رجوع ما بينكم على فكرة، في رجوع ما بينكم انتوا ان شاء الله، انتوا الاتنين. بس ما اعرفش ليه حاسة انكم انتوا اللي ساعتها هتسيبوه، وهتسيبوه عشان علاقاته المتعددة، يعني حاسة كده، والعلم عند الله. فممكن تكون بسبب علاقاته المتعددة انت مش هتتحمل طريقته او اسلوبه، بس الشخص ده هيبقى خلاص اتأيد في حبك واتربط في حبك. هيبقى عارفين كده، انت سيطرت عليه، قفشته كده، اللي هو لا انا مش هتنساني، انا هوريك انت مش هتقدر تنساني. حبايب قلبي، بكده قراءة النهاردة تكون انتهت. انتظروني بكرة بإذن الله. كانت معكم الروحانية أم جنى، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.